عشرات من المصورين والصحفيين تجمعوا لحضور حفل تقديم الوافدين الجدد على نادي موناكو، النادي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس منذ عودته إلى الليغ 1. أبطال الفصل الأخير من الميركاتو الصيفي بالنسبة لفريق الإمارة هم الفرنسيين إريك أبيدال، جيريمي تولالون، نيكولاس إزمات ميرين، بالإضافة إلى البرتغالي ريكاردو كارفايو. الأضواء تسلطت طبعا على النجم القادم من برشلونة إريك أبيدال، الذي وقع عقدا لمدة عام قابلا للتمديد لموسم إضافي بحسب المباريات التي سيشارك فيها اللاعب الأسمر، الذي عاد مجددا إلى ناديه القديم بعدما غادره قبل 13 عاما. لقد حدثوني عن كارفايو القادم من الريال وفالكاو الذي لعب في أتلتيكو مدريد، وأنا كيف كنت ألعب في برشلونة. وكان جوابي ببساطة هو أننا الآن في نفس الفريق ولدينا نفس الهدف، وهو الفوز بلقب الدوري الفرنسي مع موناكو والتأهل لدوري الأبطال. جيريمي تولالون اللاعب السابق لنانت وليون ومالاغا، حيث قدم موسما رائعا على الصعيد الأوروبي مع الفريق الأندلسي، تحدث عن أسباب قدومه إلى موناكو قائلا: ما جاء بي إلى هنا هو نفس الهدف الذي ذهبت من أجله إلى مالاغا. هدفنا هو التأهل إلى البطولات الأوروبية وتحقيق الإشعاع القاري. لقد نجحت مع مالاغا في تحقيق هذا الهدف، لذلك أنا هنا اليوم. قادم آخر من الدوري الإسباني حل بفريق الإمارة وتم تقديمه لوسائل الإعلام هو البرتغالي ريكاردو كارفايو، الذي ترك النادي الملكي بعد أن لعب في صفوفه ل3 سنوات. كارفايو كشف أنه سيحمل رقم 6 في كتيبة رانييري. المنتدب الرابع الذي تم تقديمه عشية الاثنين في موناكو هو اللاعب السابق لفالنسيان إزمات ميرين ذي 22 عاما. إمكانياتي الفنية هي التي جعلت المدرب رانييري يفكر في انتدابي، وأنا أتمنى أن أكون في المستوى المطلوب وأن أساعد زملائي قدر الإمكان. موسم تقديم الوافدين الجدد لموناكو من المنتظر أن يتواصل الثلاثاء مع جوزيه موتينهو وجيمس رودريغاز، وخصوصا النجم الكبير الكولومبي راداميل فالكاو.